اهي جت اهي، قال عامله نفسها تعرف ربنا. يا بنتي بظلمها ايه؟ انتوا ما تعرفوش انا عرفت ايه عن باباها. بس عادي ملحوقه، انا هستناها تيجي تسلم علينا وهديها كلمتين من تحت لتحت قدامكم، اعرفها ان انا عارفه البير وغطوه وايه، بس اللي ملهاش ذنب دي سوسه، دي سوسه. انا متاكده اصلا لما اقول لها الكلام دوت قدامكم مش هتجرؤ ترفع عينيها في عين حد فينا. تعرفوا البنت اللي واقفه هناك دي؟ ايوه، اللي بتطلع من الاوائل. عرفت حاجات عن اخواتها بلاوي. لا يا حبيبتي، مش هقولها لك دلوقتي، هستنى لما اصحابنا كلهم يتجمعوا واصحابها كلهم يتجمعوا واقول بقى كل اللي انا عرفته. اقول لها شويه كلام قدام المدرسه كلها هخليها تحول. من اكتر المصطلحات اللي احنا بنسمعها كاهالي دلوقتي واحنا بنربي ولادنا كلمة تنمر وكلمة بولينج. في دلوقتي اتجاه عالمي سائد لمنع التنمر، ودي حاجة جميلة جدا. دورنا بقى واحنا بنربي ولادنا على الحاجات الجميلة قوي دي ان احنا نفهمهم ان كل دوت اساسه من الدين، مش جاي من التربية الحديثة. كل دوت نادى به الرسول عليه الصلاة والسلام منذ بدء الدعوة. في موقف عظيم للرسول عليه الصلاة والسلام ودرس عظيم في التربية لينا ولولادنا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قاعد مع أصحابه فبيقول لهم: سيدخل عليكم الآن عكرمة بن أبي جهل مسلما، فإياكم أن تذكروا أباه بسوء أمامه. أبو جهل أكتر الناس عداوة للرسول عليه الصلاة والسلام وأكتر الناس إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام. فتخيلوا مدى رفق الرسول عليه الصلاة والسلام ورحمة الرسول عليه الصلاة والسلام. بيقول للصحابة: حسبوا لحسن حد فيكم يذكر أبا جهل بأي حاجة ممكن تضايق عكرمة ابنه. ليه بقول لكم ان دورنا ان احنا نفهم ولادنا ان الاصل في الرحمه وفي العلاقات الانسانيه السويه جاي من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ومن القران الكريم. لان خلال رحلتنا واحنا بنربيهم هنلاقي فيه نظرات انبهار في عينيهم قد ايه الغرب بيحترموا الانسان وبيحترموا الاخر ومهتمين قوي بالحدود وان الانسان ما يتاذيش لا نفسيا ولا معنويا ولا جسديا. مطلوب مننا ان احنا نفهمهم ان الانبهار ده مزيف. الاصل في الرحمه والاصل في العلاقات الانسانيه السويه جاي من القران والسنه. فواجب علينا واحنا بنربي ولادنا نعرفهم احنا بنربيهم كده ليه، بناء على ايه. مش بناء بقى على احدث دراسه نزلت او بناء على ان في عالم اجنبي قال كذا كذا، بناء على ديننا. ومش قادره اقول لكم لما احنا بنربط كل حاجه بالقران والسنه ازاي ولادنا بيطلعوا عقيدتهم ثابته. عشان كده احنا بنيجي نقول ايه، سبحان الله ما انا بربي ولادي كويس بس هما مش مرتبطين بالدين خالص، عشان احنا فاصلين حياتنا عن الدين مع ان حياتنا كلها قائمه على الدين.